بسم الله الرحمن الرحيم يا اولاد. كنا عاملين ستريم سيرفي شيء جديد. ده الستريم سيرفي في اكتر من سؤال بيبدا باياتها الجميله عشان يشجع الشباب ان هم جمال وحلوين وامارات. بعدها بقى كثير من الاسئله ونصايح وحاجات شهوانيه. عندك احمر شهواني، ده لون طلع لون حقيقي بالمناسبه، الاحمر الشهواني ما علينا. بعدها تقديم واحترام للاولاد اللي شاركوا في السيرفي والكثير من الاسئله. وبعدها خرابي لتشجيع الاولاد على الكلام والحاجات. بعدها من اي كاش شربت، ده كان سؤال مهم جدا عشان نعرف مين الجرح ويا ترى جرحك جه من ايه. اللهكي ما خليتش الاجابات ان ممكن تختار اكتر من اجابه، فعندي فضول. اتوقع ان اكتر حاجه الناس هتختارها هي الظلم او الغدر، تمام. وبعدها مات الشتاء ومات معه كل شيء جميل، وماتت ضحكتي ومات فرحي، مات الغالي والله. يلا بعدها ننهي هذا السيرفي. بأسعدني مروركم وافرحتني ردودكم. المهم، بسم الله الرحمن الرحيم. اول سؤال بيقول يا ابني، الجيزة محافظة ولا جزء من القاهرة؟ دي حاجة عاملة ايه شغل شاغل في هذا السطريم ودايما بنتسألها. هل الجيزة محافظة ولا جزء من القاهرة؟ الجيزة محافظة ده مبدئيا، تمام. للشباب اللي مش فاهمه، الجيزه محافظه، تمام. والجيزه حاجه والقاهره حاجه، هما جنب بعض بس دي حاجه ودي حاجه، تمام. ولكن طيب توضح ان في مجموعه من النرمات في الاستريم ده، 10 شايفين القاهره هي الجيزه و5 شايفين انها محافظه. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. ده الشباب اللي بتتفرج على اليوتيوب. الستريم سيرفي ده حاجه بنعملها على الستريم. احنا بنستريم على تويتش كل يوم تقريبا، بنلعب او بنتكلم في حاجه او يعني بنتفرج على حاجه سوا ايا يكن. فدي كده ايه، في اسئله حاجات تبع الاستريم، حاجات بره، فاهم انت، اللي هو هزار داخلي كده والحاجات دي، فاهمني انت. المهم السؤال اللي بعده، الشعب الصيني ماله حل؟ ففي 10 قالوا و5 قالوا لا، وتقريبا نفس ال5 اللي بيقولوا لا على كل حاجه، ما مكملين. فربنا يكرمكم. ساعتها هنستخدم هذا الهاشتاج اللعين. دي بقى ايه فقره النصايح، يعني ايه نصيحه للستريمر. فواحد بيقول لي والله انك عسل، ما تستاهل نصيحه، استمر. شكرا. ما تنامش من غير البنطلون في الشتاء وغطيها انت. يلا مين ده بعدين الشتاء ما جاش، بعدين مغطيها ولا مغطاهاش، هي مالها انت مالك بيها؟ ما هي بتاعتي انا. شباب قليلة الادب الصراحه. حاول تهتم بالريلز والشورتس على اليوتيوب او الانستا، الناس بتتفرج على الحاجات دي اكتر من الفيديوهات الطويله. والله يا ابني يعني بنزل بتاع 5 في اليوم، 5 في اليوم ايه، مفيش طاقه الحاجات دي. بنزل بتاع 5 في الاسبوع يعني، بس هي ما بتجيبش فيوز بقى يعني، دي مش تبع بقى، تبع الانستا وتبع الحاجات دي. بند محسن اكتر من كده شويه، انت بتسيبه يسبام كتير وهو مزعج في الريل. يا محسن يا ابني، ليك هيترز في الستريم، ليك ناس بتكرهك. ما تغطيها الستريم، غطيها انت. يلا غطيها انت. جرب تعمل شغل جديد، افكار، فقرات، تيك توك لايف، تكبيس كده. يعني الواد ده هجره، اللي كاتب ده الولا هجره. كلمه شغل الشغل وتيك توك كده، ده هجره، ده اكيد يعني انا ما اظنش اني استريم على التيك توك في يوم من الايام الا لو التيك توك كده ستريم كي اقدر احطه مع الاو بي اس. ما يعني عشان استريم مع تويتش مع تيك توك، غير كده ما اظنش ان اروح هناك واحد. ومش عاوز اكبس ومش عاوز اشغل الشغل. شكرا. انا محتاج اللي ينصحني. طب يعني انت مين؟ طيب عاوز نصيحه في ايه؟ طيب ما تاخدش نصيحه من حد. يعني هو تقريبا ده بيرد على اللي فوقه. يعني اللي محتاج نصيحه، في واحد بيقول لك ما تاخدش نصيحه من حد. تحيه ما تاخدش نصيحه من حد. يعني ربنا يكرمك، خلي عندك يقين بالله ان ربنا مش هيضيع تعبك. ده نصيحه بجد. النصيحه التانية مش فاكرها. انت عبيط بقى. طب شكرا يا ابني على النصيحه الاولى، والتانية انت عبيط. حسبي الله ونعم فيك. انا فاكرك، انت من السيرفي الاول. يلا ها، في السيرفي الاول كان واحد قبل حاسب فيا، رجع تاني. المهم السؤال اللي بعده، لون محسن ايه؟ احمر ولا ريد ولا احمر شهواني ولا احمر بندقي؟ محسن شعره لونه احمر، تمام. انا كنت بدور على درجات اللون الاحمر، فكتبت على جوجل درجات اللون الاحمر، تمام. فطلع لي احمر شهواني في الحاجات. يعني اتقال لي احمر شهواني. انا هوريك دلوقتي عشان اثبت. بص يا ابني، اهو شايف احمر شهواني، احمر الاتفاقيه، احمر كدرلاني. فاوريدي في احمر شهواني، فانا ماليش دعوه يا استاذ محسن، انت احمر شهواني بره عني.
فالشباب بنسبة 66% قالوا ان محسن احمر شهواني، 2 قالوا احمر بندقي، 1 قالوا احمر عادي، 2 قالوا ريد. يعني دول طيبين. فاستاذ محسن احمر شهواني منور الشات بوشك ده. مين معروف انه توكسيك؟ امير التركي ولا امير التركي ولا امير التركي ولا امير التركي؟ عندك 5 قالوا امير التركي، و3 قالوا امير التركي، و3 تانيين قالوا امير التركي، و5 تانيين قالوا امير التركي. فتقريبا كده في تعادل ما بين امير التركي وامير التركي وامير التركي وامير التركي. ف انترستنج. حاجه حابب تشوفها في الاستريمات او العاب او اي حاجه يعني حابب تتطور؟ ميعاد الاستريم يبقى بعد المغرب، نصلي ونيجي نبل الشربات. غير كده فل وشمعة. ده جاي يخطبني يعني، ده مش جاي يتفرج. فهي اوريدي الاستريمات ميعادها بعد المغرب يعني، باستثناء لما كان المغرب بيأذن الساعه 9 يعني. فده كان عبط من البلد يعني، ماليش دعوه بالموضوع. يا كابتن 10/10. مفيش ستريم كامل متكامل. 10/10. ماريو الاتنين. شيت، انا نسيت حوار ماريو ده. يا دي عاوزين نرجع ماريو يا اولاد، اللي هو ما لعبناهوش اصلا. يخطبك شكله كده. ممكن ستايل مختلف في الالعاب، شوف فكره جديده زي روبلوكس كده وفن، بس احنا بنزهق بسرعه. يعني اعمل ايه يعني؟ انا اشوف انت بتزهق بسرعه، طب انا اعمل ايه طيب؟ ريفيو فيور انترفيوز. تصدق كنا عاوزين نعمل الحوار ده، يا فكرتني بيه. 24 اور ستريم. وات ذا فاك مان يعني. ايه هقعد 24 ساعه ازاي يعني؟ جي تي اي 5 كاي ما اعرفش ده ايه. شاد فوت on things that happen to you in game like no gravity, everyone try to kill you, random teleport and so many more, which makes the game hard, but I guess you should play it normally first. مش فاهم المدة بس ما هبقى ابص عليه. ماينكرافت. يا ماينكرافت انترستنج. ممكن نلعب ماينكرافت في الشتاء. لايف ستريم. لايف ستريم في دي سبمشن على ريدت نتفرج يعني ورياكت. ممكن نعمل دي برضه. حلو، شكرا يا دريمينج. انا عارف ان ده انت. ايزي. وممكن اشوف حوار جي تي اي ده، بس ما اعرفش ايه الكايس مود ده الصراحه. هو انا بعرف اشوف اللي موجود حتى. مين الزعلان؟ مين البائس؟ انت مين؟ كلابك وميو. انا عارف ده مين، ده استاذ فقي. هبقى ظهر لك قططي وكلابي. حاضر. ركز اكتر في الجيم بلاي بس وما تموتش. انت ليه الادب؟ هفكر يعني. هتبعت لي برقيه يعني ولا ايه يعني؟ ايه هفكر يعني؟ هيجي بعدين. مان ماشي. دونكيز حبيبي يا استاذ ريكو. العاب ستوريز اكتر واكشن كده بوم طخ من الحاجات دي. يعني اعمل ايه؟ الفلاحين اللي ستريم من محافظه ايه؟ اللي مش فاهم، فاحنا عندنا حرب دايره في الستريم بقالها اكتر من 8 شهور، ان الفلاحين في الستريم من محافظه الاسكندريه، لان عندنا 5 من اسكندريه وهم فلاحين كلهم. فعندنا حرب، هل بتوع الجيزه هم الفلاحين ولا بتوع اسكندريه؟ فانا تكت الفوت بتقول 11 فلاح قالوا ان الاسكندريه هم الفلاحين، 4 فلاحين اللي هم بتوع اسكندريه قالوا ان الجيزه هم الفلاحين، وفي واحد قال اخرى عادي، لا محافظه تانية ما اعرفش كفر ابو صملوط ولا ايه، بس اخرى ملوش دعوه. طب كده يا اولاد المناقشه دي تنتهي. اسكندريه ابروفد فلاحين. شكرا. عشان هم من الجيزه يا فلاح. انا مش هتناقش مع حد فلاح. شكرا. مين هو كريم؟ تاجر بيشتغل على عوامه ولا غواص ولا امن دوله؟ في 9 قالوا انه تاجر، احنا كلنا عارفين هو تاجر ايه بس ما ينفعش نقول. بيشتغل على عوامه، 4 قالوا بيشتغل على عوامه، و3 قالوا امن دوله. 3 مش مطمنين لكريم في الاستريم. انا كمان مش مطمن له الصراحه. انا كمان مش مطمن. كريم صص. بتتفرج على فيديوهات اليوتيوب على انهي قناه؟ في 14 قالوا على الاثنين. اوكي انترستنج، دي حاجه كويسه. في واحد بيتفرج على قناه الجيمنج بس، واحد على قناه الجاست شاتنج بس. ده حلو. ده حوار ده جامد. شربت من اي كاس الخيانه ولا الفرق ولا الفراق ولا الظلم ولا الغدر؟ عندي 5 شربوا من كاس الغدر، 5 اتغدر بيهم، يعني كل الدعم يا حبايبي والله، بس معلش. 3 اتظلموا في حياتهم، يعني مش عارف ايه نوع الظلم، بس يعني ربنا يكون في عونكم. 2 اتخانوا. اصعب حاجه دي، اصعب حاجه الله و6 اتعمل لهم فراق، يعني ما حاجه عاديه يا اولاد بتحصل يعني.
شيت هابنز، ما تزعلش ما تزعلش، اتس اوكي هتبقى كويس، هتبقى طالما انت لسه عايش. يبقى انت بقى ايه، انت المره الجايه انت اللي تخون، فاهم؟ والمره الجايه انت اللي تفارق، والمره الجايه انت اللي تظلم، فاهم؟ فساعتها مش هتحس حاجه. الستريمر مش بيعرف يقرا 15 قالوا ولا انا بعرف اقرا. يلا واحد قال لا. طبعا الواحد اكبر من ال15 عشان ال15 هي واحد جنبها 5، فالواحد جه قبل ال5، فالواحد اكبر من ال5. فاهمني ازاي؟ فبالتالي احنا كده نتيجة التصويت الستريمر مش بيعرف يقرا، فالاجابة هي لا، الستريمر مش بيعرف يقرا. برأي الاغلبية الستريمر يكسب. شكرا كنت متأكد عامة. So you can't read. يا ابني انا يا ابني انا بفهم. بقول لك انت مش فاهم حاجه، انت اللي بيعلموك في المدارس ده علموه لك غلط. الواحد اكبر من ده العلم المفقود. اوحش حاجه في الستريم من غير طبله اكون شاكر، عبر عن رايك. دي حاجه ايه سايبها للاولاد انهم يعبروا عن رايهم، لان ده ستريم ديمقراطي، بندي كل الاولاد ارائهم، اللي عاوز يقول حاجه يقولها، وما تقلقش مش هضرب حد. والله ما اعرف، انا مبسوط يعني. يا رب دايما تكون مبسوط يا ابني. شكرا ان انت تكون مبسوط في هذا السطرين، اتمنى اكون عايد عليك بالسعاده. مفيش الصراحه ممكن ترتب هتعمل ايه قبل الستريم، مش شرط تنزل جدول او انك بتلعب العاب محدده، وده لحد ما بنعمله يعني. انه بيخلص ده اولا، زائد محسن. ولا محسن تعمل مشاكل ليه؟ محدش تاك ليه؟ زائد انك بتهتم بعدد الفيورز اللي حاضرين، وده بيأثر عليك نفسيا وبيخلي حتى جو الستريم حزين عشان انت متضايق، وانا عارف انها حاجه مش حلوه، بس ما اظن الصح الستريم يحسس الفيورز ادين ده اسلوب كده يبقى انه متضايق عشان العدد قليل، اللي يجي يا باشا، عمرها ما كانت بالفيورز. اولا انه بيخلص، فده مش بايدي، كل حاجه بتنتهي يا ابني. ثانيا محسن قمر يعني محسن ده ابننا، فاهم؟ بهتم بعدد الفيورز، ده ليه اسباب كتير اقول لكم عليها بعدين. ممكن يبقى ستريمك حلو بس في ناس معينه هي اللي فاهماه وبتتبسط بيه، ما بين قوسين مش معمول للنورميز، فممكن ده ما يبقاش انجح حاجه. لو عاوز يبقى الموضوع كارير بس في الاخر، المهم تبقى انت راضي على اللي بتعمله وحاجه مبسوط بيها، دي اهم. او يعني هي مش معمول للنورميز يعني ما شكرا. هو يعني ممكن مش معمول للنورميز، يعني مش هقدر احدد حاجه زي كده، بس شكرا يا ابني ليك على صراحتك. بس يعني انت فاهم يعني بس بيحب له يوصل كده لحاجه معينه ما نتكلم عليها بعدين، انه بيخلص. شكرا. تيك توك وترندز ده دريمينج، محسن انت برضو انا محسن يعني برضو، يعني انت انت مشكلتك. هل دريمينج مود ناري؟ الاجابه بنعم، مفيش لا اصلا، ده مش اوبشن. نسبه استمتاعك بالستريم من 5، في 9 قالوا 5، اوه يا في 5 قالوا 4، في 2 قالوا 3. يعني اتمنى الاثنين اللي قالوا 3 اعرف ابسطهم الفتره الجايه بحيث تبقى 5 ان شاء الله. هل نطرد شات جي بي تي من ديسكورد؟ عندنا بوت شات جي بي تي اولاد على ديسكورد، بيقعد يكلمنا وبيقعد يفلرت مع ناس في الشات، وبيقعد يخش كده وسطين نقاش. فالنتيجه ان لا، في 8 قالوا ان هم بيحبوا شات جي بي تي، و7 عاوزين انه يمشي. فرق فوت واحد حرفيا. الله كي مش هيطرد. الله كي. ولحد هنا نكون خلصنا الستريم سيرفي. شكرا ليكم، شكرا لاجاباتكم، يعني كانت فن الصراحه. هنعملها تاني بعد فتره، ممكن شهر كمان ولا حاجه، ولا شهر ونص، نعمل ستريم سيرفي شقي. لو انت بتتفرج على اليوتيوب ومش موجود في الاستريمات، لو حابب تبقى تيجي في اي وقت من الاوقات تنورنا يعني، ولو حد تكمل على اليوتيوب تنورنا يعني. احنا بننزل في القناه اللي انت بتتفرج عليها دي على حاجات جاست شاتنج ورياكتات او مواضيع مثيره ساخنه عن حاجات بتحصل مثلا بنكون بنتكلم فيها في الستريم. في قناه تانية، قناه كده للجيمنج، بننزل عليها فيديو من السنه للسنه. شكرا ليك يا ابني، نورت. سلام عليكم.